يا صباح القمر عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. طبعا معلش بقى كنت متغيبه ايه ده، انا كنت في غيبوبه. هحكي لكم كل حاجه بس بعدين. المهم نبدا بقى. طبعا شايفين النهارده هنعمل عظمه، جايه لكم بعظمه النهارده. هنعمل بقى موس شوكليت، حاجه ما حصلتش وهميه. اول حاجه عندي نص كيلو من الكريم شانتيه الخام، انا بستخدم ريتشي، ده احسن نوع. وعليه كده معلقتين كبار من السكر الباودر ومعلقتين كبار من الكاكاو الاسباني الخام طبعا، ومعلقتين كبار برضو من النوتيلا او بديل النوتيلا، وحطيت كوبايتين من المية المتلجة وهمكسهم بقى مع بعض بس كده لحد ما بقى القوام بالمنظر ده. هجيب بقى معلقتين كبار من الجيلاتين، عليهم نص كوباية مية سخنة، وهقلبهم كويس جدا. وبعد ما اقلبهم كويس برضو هصفيهم، لان برضو هيبقى فيه حبيبات كده ما اتقلبتش كويس. وعادي جدا، ما فيش اي مشكلة انه ينزل سخن يعني على الكريمة، مش مشكلة خالص. وهبتدي اضربهم تاني بالمنظر ده بس كده. بقى هجيب الهاف بول دي بتتباع عند اي حد بتاع مستلزمات حلويات، في ال5 وفي ال6، بس انا يعني اللي كان متواجد ساعتها ال5. وجبت كده كراميل، صوص كراميل، وحطيت عليه واحدة من عين الجمل، لان الكراميل بيليق عليه عين جمل. وببدأ كده احط بقية الموس عندي من فوق بالمنظر ده كده. ممكن احط اي حشوة انا عايزاها. وبعد كده جبت كيكة الفودج، فاكرين اللي عملناها قبل كده؟ احط لكم برضو اللينك بتاعها. كنت مقطعاها دواير كده على قد الهاف بول، وحطيتها كده بلزقها طبعا وهي ما دخلتش الفريزر. بتدخل بقى الفريزر ليلة كاملة، يعني بسيبها كده، بعملها من بالليل بتاخد لحد الصبح، تاني يوم الصبح بتخرج كده بالمنظر ده. مش قادرة اقول لكم يا جماعة، يعني حاجة وهم بجد. اللي ما بيحبش الحلويات بجد متأكدة انه هيحبها. نبدأ بقى نعمل الجناش. هنا عندي نص كوباية من كريمة الخفق، هحط عليها كوباية من الشوكليت. بحطهم طبعا في الميكرويف كل 30 ثانية كده، اخرج اقلب فيهم اهو بالمنظر ده. كل 30 ثانية بدخلهم الميكرويف واخرج اقلب فيهم لحد بقوا بالقوام ده. بحط عليهم بقى معلقة زيت كبيرة وبقلبها كده كويس لحد ما يبقوا عندي بالقوام ده. بس كده الجناش جاهز عندي. طبعا خرجتهم خلاص من الفريزر. اول ما بخرجهم طبعا بكون مجهزة الجناش قبل ما اخرجهم من الفريزر. بعدين بقى بسرعة جدا ابدأ احط جناش الشوكليت، لانه اخد بالي انه لسه خارج من الفريزر، فهيمسك عليه بسرعة جدا. وجبت هنا بقى ما كانش كفى الجناش، فجبت شوكليت سما وسيحتها كده في الميكرويف، وحطيت عليها معلقتين زيت برضو كبار. وبعد كده بنزل عليهم، برضو كان طعمها حلو جدا. يعني انا شوكليت سما كانت عجبتني اكتر كمان من الجناش. بعد كده بقى دي بقيت كريم شانتيه كده، بدأت اعمل خطوط كده واعمل روزيتات بيه بالمنظر ده. وهنا بقى عندي قواعد الموس، ده شكل وده شكل تاني. ده لو هطلع اوردر مثلا يبقى هطلع الشكل اللي هو يعني ليه حواف كده. هفتحه لكم دلوقتي وهوريه لكم اهو بالمنظر ده. بيبقى ليه حواف علشان تحافظ لي على الموس، قطعة الموس. انما ده بقى بما انه في البيت فهختار ده، والشكل ده اصلا بحبه اكتر، اللي هو من غير حواف. هبدأ بقى اجيب كده كل واحدة. جبت هنا جوزة هند وبدأت كده احطها من الجوانب بالمنظر ده كده. هعملها كده من الجوانب. وهبدأ كده اجيب دي كانت فتافيت كيك عندي، كانت متبقية فتافيت كيك من كيك اللافاج او من اي كيك عندي. بحطها برضو في الفريزر وبخرجها كده احطها حوالين الموس، بيبقى برضو شكلها حلو قوي. هنا بقى جبت مكسرات، ميكس كده من المكسرات، واحط برضو من الجوانب، يعني بشكل كده.
عشان يبقى من تحت المنظر حلو، ما يبقاش فيه فرق كده بين القطعة وبين القاعدة بتاعتها. وبدأت بقى ارصها كده بالمنظر ده. وبس كده بقى بدأت اجيب هنا ده توت برضو من عند مستلزمات الحلويات، اسمه توت جيلي، بيبقى احمر واسود، بيودي الشكل في حتة تانية خالص، بيبقى شكله قمر قوي بجد. بدأت ارص كده عليه على الروزيتات من فوق. وبدأت بقى اجيب هنا نص اوريو، كل اوريو كده كنت بقسمها 2. وهنا بقى بجيب داست كده، حسيت انه محتاج حاجة فحطيت داست. انا بعشق الداست يا جماعة، بالمنظر ده كده. بصوا نقل شكله في حتة تانية خالص. وبس بقى طبعا هنا كان في شوية حاجات ناقصة كده، بس ما حبيتش ازود الفيديو، يعني الورق الذهب ده، وبرده كان من فتافيت الكيك برضو كنت بنزل عليه كده، ونزلت شوية جوزة هند برضو من فوق، بس حسيت ان الفيديو هيطول قوي فقللت شوية على التزيين يعني. وبس كده يا جماعة، ده كان الشكل النهائي. طبعا اكيد هفتحها لكم، اكيد يعني، اكيد مش هعدي اللقطة دي. نفتح بقى كده. انتوا اكيد متخيلين القوام عامل ازاي، يعني انتوا متخيلين حاجة بجد قمر 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 يعني. بجد اللي ما بيحبش الحلويات هيحب الموز، انا متأكدة. يعني انا ماليش خالص في الحلويات، بس بجد الموز ده كان حاجة وهمية 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 بمعنى الكلمة. وبس كده يكون فيديو خلص. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك، وفي اخر الفيديو نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وباي باي.